اقولك على سر. مش لازم عشان تحفظ كلمات انجليش هيبقى تحفظ كلمة كلمة. لا، الانجليزي سهلها عليك. ممكن جابلك كلمتين بيجمعهم لك في كلمة واحدة. طب الكلام ده ازاي؟ تعال اقولك. بس ثواني بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا واهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا ايزي انجلش ويز عزام. فيديو النهاردة بتاعنا عن family vocabulary، كلمات الخاصة بالعائلة. تعالوا نشوف، يلا بينا. ورقة وقلم وسجل معايا بقى الكلمات دي. mother، father، الاتنين parents، brother، sister، siblings، husband، wife، spouses، daughter، son، children. family alive before you، يعني العائلة اللي عاشت من قبلك. ancestors. family alive after you، يعني العائلة اللي هتعيش من بعدك بعد عمر طويل ليك. descendants، سجلهم كويس عشان تستخدمهم وتحفظهم. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك للقناه للي ما اشتركش، واللي اشتركوا دايما داعم ليا، يا رب يخليكوا ليا. زي ما سليم بالظبط هيقول لكم دلوقتي تعملوا ايه. هتعمل ايه يا سمسم؟ لايك وكومنت وشير. لايك وكومنت وشير. استنوني الفيديو الجاي مع مستر احمد عزام في قناتنا ايزي انجلش ويز عزام. نقول سلام. سلام. سلام.